السلام عليكم. هكلمك عن واحد من اللابات الاستيراد اللي ممكن يبقى مناسب ليك في الوقت الحالي، واللاب ده ما نقدرش نقول عليه لاب فئة اقتصادية، لان احنا لو جبنا اقل من كده في السعر يبقى هنجيب اقل من كده في الامكانيات ومش هتبقى افضل حاجة. واللاب اللي معانا هو اتش بي إليت بوك 840 جي 3، وسبق ان احنا عملنا مراجعه للاتش بي 840 النسخه الجي 5. مبدئيا اللاب ده مناسب للشغل المكتبي واعمال التصميمات الخفيفه. النسخه دي من اللاب بتيجي ببروسيسور اي 5 واي 7 من الجيل السادس، والنسخه اللي معانا دي اي 5 6300 يو بتيجي ب 2.4 جيجا هرتز، والماكس سبيد بتاعها 2.5 جيجا هرتز. الجهاز في الغالب بينزل برام 8 جيجا واس اس دي ام دوت 2 256. كارت الشاشه اللي بيبقى موجود على الجهاز انتل اتش دي جرافيكس 520. لو اتكلمنا عن المنافذ اللي بتيجي في اللاب، هتلاقي عندك من ناحيه الشمال الاس سي كارد، وبعد كده يو اس بي 3، وبعد كده مدخل فيجا. وهتلاقي من ناحيه اليمين اليو اس بي تايب سي والديسبلاي بورت ومدخل السماعات واليو اس بي 3 والايثرنت ومدخل الاتش بي دوك والسيم ومدخل الشاحن. لو اتكلمنا عن تصميم اللاب، بيجي زي اغلب اللابات الاستيراد بجسم من المعدن. وبالمناسبه اللاب ده نفس الشكل والتصميم للموديل اتش بي إليت بوك 745 للنسخه جي 3 والجي 4. واللاب شكله في العموم من اللابات البيزنس اللي هيكون مناسب معاك في الاعمال المكتبيه. اللاب بيجي بشاشه سليم 14 واحد اتش دي انتي جلير. الكيبورد بيجي في اللاب باك لايت، والكيبورد في اللاب مش بيبقى كامل، بمعنى ان هو ما فيهوش الجزء المخصص للارقام، لان اللاب من فئه اللابات ل 14 بوصه. النسخه دي بتدعم البصمه، وصعب انك تلاقي لاب ما فيهوش بصمه. السماعات في اللاب ده بتيجي بصوت ستيريو قوي، وبتبقى موجوده في الجزء اللي فوق الكيبورد. اللاب بيدعم كاميرا، والمايك اللي موجود في اللاب بيبقى في الجزء اللي فيه الكاميرا. وزن اللاب هو كيلو ونص، وهيبقى كويس ومش هيتعبك لو فكرت تخرج بيه بره البيت. اللاب هيشتغل ويشحن معاك على شاحن 19 فولت 3 امبير 45 واط. لو احنا عملنا مقارنه ما بين اللاب واقرب لاب ليه ممكن تلاقيه في نفس الفئه السعريه من اللابات الاستيراد، ممكن نلاقي قدامنا الاتش بي إليت بوك 745 سواء النسخه جي 3 او الجي 4. لو قارنا من ناحيه البروسيسور، هتلاقي ان الاي 5 الجيل السادس يتفوق بفرق كبير عن البروسيسور اللي موجود هنا، سواء هو AMD A8 او A10. اللابين في الغالب بينزلوا بنفس المواصفات للرامات والهارد ب 8 جيجا رام واس اس دي ام دوت 2 256. اللاب ده سعره حاليا في رينج ال 5500، وده سعره حاليا في رينج ال 6000. وطبعا مش محتاج اكمل لك، اكيد انت قدرت انك تميز ان ده افضل من ده بكتير. هما الاثنين نفس الشكل والحجم مع اختلاف البروسيسور، وطبعا فرق بسيط في السعر اللي هو 500 جنيه، بس الفرق ده يستاهل انك تشتري اللاب ده. الجهاز ده هيبقى كويس معاك لو عايز تشتغل عليه اي تصميم خفيف، وممكن تشغل عليه نسخه فوتوشوب لحد 22. بس طبعا ما تبقاش منتظر من الفوتوشوب او اي برنامج تصميم وانت شغال بيه على اللاب ده ان هو يديلك نفس المرونه اللي شغال بيها على جهاز تاني بامكانيات اعلى من كده. هنشيل غطا اللاب ونقول على شويه ملاحظات. اللاب بيجي ب2 سلوت للرامات، وبتقبل زياده لحد 32، وهيبقى مناسب معاك على رامات 16. ولو انت محتاج انك تخلي الرامات 32 هيبقى افضل بفرق السعر ده انك تغير اللاب وتجيب جيل اعلى من البروسيسور. اللاب بيقبل ان هو يركب له هارد اتش دي دي، وده المكان المخصص ليه. بطاريه اللاب لو الاوريجينال اللي طالعه من الشركه ومش متغيره هتقعد معاك شغل حوالي 5 ساعات. حاول لما تجيب لاب استيراد او اي لاب مستعمل انك تغير له المعجون الحراري بمعجون حراري نظيف. خد بالك، ودي حاجه انا قلتها في حلقه قبل كده، ان الكراتين اللي بتبقى جاي فيها اللابات الاستيراد، ان الكراتين دي مش بتبقى بتاعه اللابات. الكراتين دي بتبقى مجرد كراتين لشحن اللابات بس، وخلي بالك ان حد يقول لك ان دي الكرتونه الاصليه بتاعه اللاب. وفي النهايه اتمنى الفيديو يكون عجبك، وما تنساش اللايك والسبسكرايب، ولو عندك اي سؤال سيبه في التعليقات.